انه احد يتعرض للشهداء لا، وتخيل المسلمين انسان عموما ميت هذا. باي سوء. بالعكس يعني اخوي، هذول ضحوا بانفسهم علشان تحيا بلادهم، تحيا صح، الاجيال من بعدهم. يعني واحد ضحى على بنفسه عشان انا نحيا اليوم واحط ريل على ريل عزكم الله، وكما يقولوا اتفاخر ببلدي. يجي واحد ثاني يقول لك احط جماجمهم كره، العب بجماجمهم كره، وجايين الحين يطلعوا. انا الشيء اللي هذا خفيف. بس ما اكذب عليك، الشيء اللي ينرفزني مرات ادخل قستت على هذا الشيء، انهم تشوفهم في لايفاتهم. يعني احنا نقولوا بالجزائري عداريات، يعني التطاول يتكلمون بالاسترجاليه، وهي وهذو الكلام اللي انتم تعرفوه، يعني خلاص صرتوا فاهمين الكلام كمان الوقح. شغالات، اسلوب شغالات بهذه اسلوب الطريقه طلعت شغالات والله. الربح. مش حتى الربح الراقيه، مش حتى الربح الراقي، الربح اللي هو انت عارف. ويجون لما يطلعون في اللايفات مثلا، يشوفوا مثلا جزائري ولايف وطالع، يعني انتم عارفين في سعوديين بزاف وخليجيين بزاف، وخلاص الحين تفضحوا. يعني انتم هم يقولوا في خاطرهم انكم كل شيء خلاص فضحتوه الحين علينا. كانوا من قبل الناس عرفتهم بس ما يتكلمون. شو يطلعون وانا يا اخويا والله يقول ان الفتنه اشد من القتل، من غير استهزاء بكلام الله، بس انا استهزأ باسلوبهم اللي هو المسموم. انت عارف انا ما اخاف من الانسان اللي يكرهني وجه لوجه، يعني يقول لي انا اكرهك، خلاص انت عارف انه هذا الانسان يكرهك واوريدي انت عامل حسابك. انا اخاف من الانسان اللي يضحك لي وهو طعني بالظهر. اسلوبهم ما شاء الله، اسلوبهم انهم يضحكوا لك في الوجه وانت حبيبه الكبيده او الشحيمه او مش عارفه شو، وكاكاكاكاكا، وهم والله العظيم انه لو عليهم انه يسقوك السم. وما اتكلم على الكل، دوم الانسان يقول ما يعمم، لان وعليكم السلام. وعليكم السلام. انسان ما يعطيك يعمم. العافيه اختي بسمه، تسلم يا رب، ما قصرتي والله. أخ سعد، ما قصرت، يعطيك العافيه. أخ سعد، هلا الله طلع نور، يسعدك، الله يعافيك طلع يا رب. نور، يلا مشكورين اخواني، وشكرا شكرا طلع بزاف، نور. وتصبحوا على خير وليله سعيده. وأنت من أهله أختي. بالسلامة اخوي. الله تقول لي يحفظك. نور. الله نور. يحفظك بس، الله يحفظك يا رب. بسم طلع نور ان شاء نور. الله. الابتسام. ممكن سلمى من وين يا سلمى؟ أنا من المغرب. هلا فيك. من وين؟ من من المغرب. المغرب. من المغرب. هلا أنا فيك من أختي. المغرب، من المملكة طيب. المغربية، مش تري تراب ونقلعي يلا. لا ابوك لا ابو من جمعكم. انا قال لكم من طلع بدايه نور، البث، طلع. لا اشوفكم عندي هنا. سعد. انا قال لهم من بدايه البث. سعد خل نور تطلب يحبونك. قسط. سعد يحبونك، نور صدق اطلبي إنك قس متزوج نور. مغربي. من بدايه القسط، لأن من بدايه البث وانا قايل لهم لا يجوني هنا نهائيا. إحنا ناس ما عندنا كرامة، ما نفهم، لازم نندعس بالجزمة. كان السحر بجمالي، شلونك أختي شهد؟ الحمد لله. كيف حالك مبارك مراد؟ يبغى الحمد قسط لله يا رب. مبارك. الصورة حلوة. مبارك هذا قد اعطيناه قسط اول سعد في احدى البثوث السابقه. سعد دخل هلا دخل لي يا مبارك. أبغاه أمانة. سيبوني أنا أتكلم مع مبارك. طلع نور، طلع يا نور اطلبي طيب قس. نور ما طلبت قسط. هلا تطلب قسط اطلبي بعد قسط يا مبارك نور. على طول. استنى مراد، حطوا كلكم ميوت. يلا اوكي. هلا امري. انت طالب قسط، انا طالبه قسط. لا انت قلت بتكلم مع مبارك. ايوه انا بتكلم، انت داخل ايش تبغى؟ تكلم معايا انا، تناقش معايا انا. طيب انا كنت بتكلم مع سعد اول شيء. طيب لا انت اول تتذكر لما طيب تتذكر يا مبارك لما دخلت لي وقلت لك تعالى مبارك اضيفك ونروح انا وانت والبثوث، ليش حطيتني بلوك؟ ليش حطيتني بلوك؟ ما اعطيتك بلوك. لا والله حطيتني بلوك. شوفي بعلمك حاجه. ورحت قلت للناس كلموا مبارك يفك عني البلوك. في كان في البث 700 واحد شاهد. لحظه ما اعطيتك بلوك. اسمعي مني. انا قلت لك انا ما يا مبارك لحظة. انت عملت لها بلوك وعملت لي نفس الشكل، نفس البلوك. ليش؟ مراد انا ايش قلت له قلت له تعال انا وانت نروح لهم. سعد اسمع مبارك دخل علينا ايش يقول انه المغربيات ما قالوا عنكم شيء وانتوا اللي قاعدين تتكلموا. خلاص وقفوا. شاهد اختي شاهد. هذا شيء ما يخصك. ما سوى لك انت، سوى لي نفس الشيء.
سوالك بلوك، عارفه هو بلكني. ممكن سوالي بلوك. سعودي. ممكن اتكلم؟ تعطوني فرصه؟ تكلم يلا بسمعك. لو سمحت. طيب تفضل بعد اذنكم يا سعد، اول شيء مساكم الله بالخير. مساك الله بالنور. اقسم لك بالله العظيم يا اختي، اقسم لك بالله العظيم سعودي ابا عن جد. هذه اول حاجه. ثاني شغله يوم اقول لك انا بتكلم عن حاجه، لو سمحت اسمحوا لي. انت بتقول ادري ان في ناس منهم يغلطون، بس هذول يمكن ما هم نفس يفهموا علي، يمكن نفس اللي نشوفه باليوتيوب يطلع، والكلام الصحيح واللي يطلع بتويتر، ان هذول شبكات تطلع تتكلم، شبكات مدفوع لها. وانت يمكن شفتي يعني يا اختي الكلام هذا. طيب على عيني وراسي، احنا بنرد على الشبكات هذول. طب اسمع مني، انا ما اقولها شيء. الله يبارك وانتهى. اسمع مني، انا عن نفسي، انا اتكلم عن نفسي، انا اتجاهلهم والله ما ارد عليهم، انه يسبون ما ارد عليهم. صح ردوا، وانا معكم على قولتهم الخير وبشر. والله هي فهمتني غلط، والله فهمتني غلط، بس انا ما اقدر يعني ما ادري، اخاف اتلفظ على واحده تطلع مغربيه ولا شخص مغربي ما له دخل جاي بيحاول يحسن الظن، واروح اتلفظ عليه واقذفه وهو ما له ذنب ويدعي علي. هذا المقصد يا اختي، ولا والله معكم حق وانا معكم. بتكلم معك. احنا ما بنتلفظ على احد ولا بنقذف احد يا مبارك. اسمعني مبارك، اسمع. انت جيت اتهمتنا، انا كنت موجوده، كلمتني انا كنت موجوده، عشان كذا قلت انا ابغى مبارك. اذكرك ايوه تذكرني صح. وضفتك وانت بلغتني، قلت ليش تسببوا فتن. تمام، هذا انا دخلت بثوثهم، هم ما تكلموا علينا. ما تكلموا صحيح. اسمع يا مبارك، اسمع. انا انقذفت في اهلي، تمام، انا انقذفت في اهلي وما رديت القذفه بقذفه، لا ما رديتها، سكت لانه مستواي ما يسمح لي اني ارد عليها بالقذف. انا اليوم اتهددت من وحده عامله حالها شيء وهي جزمه، هي شغاله عندي. فانت يا مبارك لو لك صله في هذول الناس وجاي تستشرف علي، لا تستشرف علي، روح تستشرف عندهم. انا شهد ممنوع الاستشراف عندي. طيب شهد، بعلمك حاجه، اذا عندك خطوات للتوبه اعطيني اياها عشان اتوب، اما غيره ما عندي. طب اسمعي مني، سمعتك لو سمحتي. قاعد اسمعك، حطيت ميوت. يلا اقسم لك بالله العظيم انا معك، والله العظيم اني معكم، واني معكم، ولا والله ما ارضى على بنت دولتي ولا بنت ديرتي ولا ارضى واحد يترفض على السعوديه. اقسم لك بالله العظيم بما حل القسم بليله هالجمعه، وان عندي حميه وعندي غيره، ولا داني احد يتلفظ عليه، وادري ان لك حق الرد، ولكم كل اللي موجودين اي احد منكم يغلط عليه شخص اخر له حق الرد. بس اللي انا اندهشت منه اشوف اشياء تنزل بتويتر رسميه يتكلمون، يقولون هذول الناس مدفوع لهم شبكات، تنزل من الدوله رسميا من ناس من الدوله تنزل تقول هذول شبكات مدفوع لهم يغلطون على السعوديين والسعوديات وبنات السعوديه ويطلعون. طيب احنا بنرد على الشبكات هذول، طيب بنرد عليه بالشبكات هذول. انا عارف. سعد اسالوا. ونعريهم. الدوله نزلت انه هذه شبكات، اسالوا سعد متى الدوله نزلت هذه شبكات؟ والله هذول ناس حقيقيين. طيب. ما هي شبكات من تحت لتحت ولا طيب. هذه سياسه هم قاعدين يسوونها معانا، وبثوثهم اللي فاتحينها في التيك توك. ايش اللي الدوله نزلت؟ البثوث، مقاطع الفيديو. اسمع مبارك، لا تعلمني كلام بلدي يا مبارك، انا بنتهم، انا بنت السطل الاحمر، لا تعلمني. اسمع مبارك، اذا انت جاي تستشرف فعندك بثوثهم اللي كلها وساخه، روح تستشرف عندها. لا اما جاي بس لا في سب لا في قذف، قاعدين ندافع عن وطننا وبنات وطننا وعيال وطننا فقط، بس ما عندنا شيء ثاني. الله يبارك. تسمحوا لي مداخله بس؟ استاذن من صاحب البث. تفضل اخر مداخله، تفضل. الله يعافيكم. كلامك صحيح. انا بنزل، ما راح اطول عليكم، بنزل. كلامك صحيح. انا قبل كم يوم صار بيني وبين واحده على لا تنزل مبارك، اتكلم معك، لا تنزل. ابشر، مغربيه تتكلم وتتلفظ، فهمتي علي؟ تتلفظ تقول مدري ايش وبنات سعوديه وبنات سعوديه. انا اسولف معها فاتحين الكاميرا اياها وجهها وجه، تتكلم. قلت لها يا بنت الحلال ايش سووا لك بنات السعوديه والسعوديه؟ قالت لا الفاظكم يتكلمون علينا. قلت احنا ما نتكلم على اللي يتكلم علينا بس. المهم تسولف معي، قالت انتم اصلا اعرف كيف اجيبكم، وتفك الزرار. فكت الزرار يا جو، فكت الزرار، نزلت طلع. انا اول ما فكت زرارها صدرها نزلت راسي. قالت ليش ما تشوف؟ قلت انا ما اشوف شيء رخيص قدامي، اشوف شيء غالي وانا اطلع من عندها. انا عارف وش ارد عليها، لكن تفضل اخوي مراد، بغيت شيء؟ السلام عليكم اخ مبارك. سلام. هلا والله. انت دخلت معي بثي صح؟ خبرك دخلت بثك وقفلت بثك، انت خبرك. كم من ساعة قعدت معي؟ قعدت معك ساعات واجد. شفت مني شيء؟ لا ما شفت منك شيء. شفت مني انت لما طلعت لا ما شفت منك شر. ليش انت لما طلعت من بثي رحت على طول شيل اضافة مبلكني؟ ليش؟ شنو السبب؟ ما بلكت. سويت لك انا؟
اسمع مني الله يرضى عليك. تفضل. انا اسمع مني، انا انت عندي تتابعني انا، لكن وشو انا اقسم لك بالله العظيم جوالي له 2 و3 ايام عندي التيك توك والله العظيم ما يقبل اضافات ولا يقبل اضافات، يطلع على طول ما يبلك، يطلع مو يبلك. انا حسابي خاص، فاهميني غلط يا جماعه الخير، والله العظيم حسابي خاص وانه يطلع والله ما اقدر اضيف احد، اقسم لك بالله يا مراد يعني ما اقدر لو اضيف. حسابك خاص ما تطير من عندي، ما في صورة ما في ولا حاجة يا والله ما مراد بلكت احد يا جماعه الخير مبارك. يا ناس، والله ما بلكت احد. طب انا ما بلغتني مراد كنت تدخل عنده تقول له اسمع مراد ترى انا قعدت لك مبارك عارفه كل كلمه قلتها. دخلت عند مراد قلت له مراد هذاك الشيء اللي قلت لك عليه صار ولا لا؟ ايش هذاك الشيء؟ اذا عندك شيء تكلم باللايف كذا قدام الكل. ايش عندك كذا؟ احسك ترمي كذا تدس السم في العسل. ايوه خليك بالضبط. واضح خليك واضح. متى قلت لك يا مراد هذاك الشيء يعني؟ اول بس دخلت لما فيه مع كنت مراد والله. كنت انا وسهم ومراد كنا كلنا داخلين مع مراد. والله ما اذكر يا اختي، ما ادري اني قلت لها اللي ببغاه منها، ما ادري وش ناسي الصراحه، ما ابي قلت يا مبارك قلت بعد ما اسمعوني. علمتني. عموما اسمعوني، هو سالفه كلامكم انا ما اقول معكم، انا اقول معكم صحيح، لكن خلاص هي طالت وشمخت، الموضوع طول فوق اللازم، المتى وحنا نرد خلاص، المتى وحنا نرد خلاص، ردينا من فيه. لا ترد انت، لا ترد يا مبارك صل على النبي يا مبارك. انا ما بيني وبينك مبارك شيء. شمخت هذا انت عندك يعني كانك جاي تسكتنا يا مبارك. ما سكتكم الحين، يقول لي يفتح لي موضوع انت المشكله يا مراد شفت مني، انا قلت لك شفت مني شيء غلط، شفت مني لا تيجي متى شفت مني غش؟ لا مبارك انا بسألك سؤال. احنا راح نستمر في بثوثنا هذه الى ان يتوفانا الله، عندك مانع؟ صحيح. لا والله ما عندي شيء لكم، ما عندي مانع خاص فيك، ما لي دخل فيك، ما تتدخل. جزاك الله خير ويعطيك العافيه وشكرا على المداخله، يعطيك العافيه. ترى يلف ويدور. يقولون ايش؟ يقولون لا تردون، لا بنرد. السلام عليكم. نفس ما سوى الشاك سوى لي. مرحبا اخوان جميعا. حياك الله. من وين اخوي؟ حياك الله اخوي. مغربي. انا ادري ان في ناس الحين قبل لا اتكلم بيجوني الخاص والكومنت يقول لك لا انت مش مغربي ولا انت فلان. انا داش هالبث اخوان، انا لا حد يقاطعني، انا داش هالبث اقول اني احبكم جميعا من وين ما كنت، اخوان السعوديين، اخوان الجزائريين، اخوان توانسه، اي بلد من وين انتم، انا كمغربي احبكم جميعا. وداش اي بث الاقيه عندي ادخل عليهم البث، انشر طاقه ايجابيه وبس. والله العظيم اني احبكم جميعا. والسلام عليكم. بس معلش لا تنزل. لما تروح البثوث المغربيه اللي تسيء لنا وتنشر فيها الطاقه الايجابيه. اي بث قسم بالله، اي بث انا ترى قاعد ادور اي بث احصله، اسوي قست واقول نفس الكلام والله العظيم. طيب صدقني انت ما حتلاقي في بثوثنا شيء وسخ، صدقني خليك مطمن، ترى بثوثنا جدا محترمه. قسم بالله انا ما جاي اتناقش، انا ما جاي اتناقش واقول انتم قاعدين تغلطون. انت مغربي حبيبي؟ انت مغربي؟ ايه من وين انت؟ من المغرب؟ لا تدفيس يا اخوان، وصلونا الان 50,000 عشان ندعم البث. من وين انت مغرب؟ من كازابلانكا. تتكلم مغربي؟ ليش تتكلم سعودي؟ لان لو تكلمت مغربي بيجون ناس يقاطعوني وانت لا يفهموا عنك، يفهموا عنك عادي، تكلم مغربي عادي مو مشكلة. لا مغربية يفهم. وشو؟ سعد تكلم مغربي عادي، وين المشكلة؟ مغربية يفهم الكلام. يا حبيبي انا ما اتكلم مغربي. ايوه انا زوجتي مغربيه، بالعكس انا احب تكلم مغربي عادي. انت مغربي تكلم مغربي. انا جزائري اضرب معك جزائريه. انا جزائري ما اضرب معك جزائريه عادي، والمشكله وين راهي؟ على الراس والعين يا عزيزي، انا ما جاي اتناقش معاك انا من وين ولا لهجتي وشو ولا شيء، انا جاي انشر طاقه ايجابيه وبس. وهذا التدخل اللي انت مش مغربي. انت مش مغربي. مش مغربي انت. انا مش مغربي. انت مش مغربي. هو عايش في البحرين يا مراد عايش في البحرين. او يمكن امه بحرين. طيب يا اخوان، انا سويت له انهاء، يعطيه العافيه، ما قصر. نشوف الاخت سمونه
الشريف من وين يا أخت منى؟ نشر لنا طاقة أيوة، مساء الخير. السلام عليكم من وين ورحمة أخت منى؟ الله. عليكم السلام ورحمة الله. السعودية أنا. حياك الله. الله يحييك. بس حسيت يعني عارف أطرح بس كلمتين كذا. يعني أنتوا كل اللي بتقولوه فعلا واقع وصريح كلامكم. هذا الشيء يعني لمسناه، إحنا بنلمس السعوديين منذ سنين، مو من دحين. 20 سنة إحنا نعاني منه، عارف؟ يعني كانوا يمكن المغربيات زمان كانوا يعني في البلد كثير، وكانوا لما تيجي الواحدة فيهم تتزوج عارف ما تختار إلا الرجل الصح، يا رجل أعمال، يا مثلا كابتن طيران تكون مضيفة، فهمت علي؟ يا يكون مثلا عنده منصب، يعني كانوا زي كذا. وأكثرهم أخذوا الجنسيات، وبعد كده بتطلق منه وبتجيب أهلها وبتروح بتاخد بالجنسية السعودية تصريح، وبتتزوج حبيبها وبتجيبه وبتحطه بالجنسية السعودية. فأكثرهم يعني عارف متجنسين للأسف، وبيروحوا على فرنسا، وأنا شفتهم وبيروحوا بيقولوا إحنا السعوديات كثير كثير، وبيطعنوا فعلا في السعوديات. حتى في مجالس كنا في الأفراح في العزائم لما نجتمع فيهم يعني يحاولوا كذا، يعني حتى في النوادي بيتكلموا بالفرنسي، بيشتموا في السعوديات، وبتكون كذا واحدة يعني عارف يعني فاهمة لغتهم الفرنسية، وبيعرف إنهم هم بيشتموا فينا وعلى رجالنا، يقولوا عنا محولين، ما لهم خير في بنت بلدهم لهم خير فينا، إحنا كل اللي نبغى قرش وجابوا، يعني كلام كتير كنا نسمع زمان. وصلت الفكرة منى. أي بس وصلت الفكرة، يعطيك العافية منى، شاكرين. أيوة بس أنا أقول لك حاجة. عليكم السلام. هذه يعني في أيوة. بس في هذا سابقا، بس أنا أقول لك يعني في كل بلد في الطيب وفي البطال، أوكي؟ يعني في المغرب نفسهم يقول لك البنات اللي يجوا الخليج، في عوائل هناك في المغرب يعني ما بتحترمهم لأنهم هم راحوا للخليج. ففي كل بلد صدقني في طيب. هو شوفي احنا ما نعمم، احنا اول شيء ما نعمم، مو بكل اللي جو الخليج جايين لامور سيئه. قد قلناها اول ونقولها دائما، فيهم الصالح وفيهم الطالح مثلهم مثل اي شعب العالم. احنا ما نتدخل باخلاقيات في كل العالم، في كل العالم في الطيب. احنا ما نتدخل، احنا اللي نتدخل فيه ونتكلم فيه على الاساءات اللي توصل للسعوديين والسعوديات. كثير إساءات جاتنا كثير، مو شوية. يعطيك العافية أخت منى، معليش سحبت لك المايك. يعطيك العافية والله ما قصرتي. الأخت بلقيس. أيوة الأخت بلقيس من أيوة. وين؟ أنا من الجزائر. بلقيس الجزائر، حياك الله. ألو. إيه تفضلي. والله أنا الموضوع يعني أنا ودي أتكلم على موضوع مهم بشوفه مش في لايفات عديدة يعني، وكأنه اللايفات يعني انتوا بتقولوها كفيلة يعني إنها دفاع عن شرف المسلمات. منها دفاع يعني أو سب في شرف المسلمات يعني أنت بلايفك أو بلايف آخر ما راح تستفيد ولا أي شيء. شرف معروف بدون ما بيجي واحد وبيعمل لايف وبيقول لا السعوديات شريفات أو المغربيات، إحنا عارفين. عليكم. فهمت علي؟ إحنا عارفين يعني مو لازم واحد يأكد لنا إنه هذول يعني شريفات ولا لا. إحنا ما يهمنا، إحنا اللي يهمنا أن نرد على الإساءات فقط. أخا سعد يعني والله هذه الرد على الإساءات يعطيهم قيمة. هذه هي المشكلة. حالة سعودية. رد على الإساءات يعطيهم أنت بنفس قيمة. شكرا أخت بلقيس. الأخ سهم وين؟ يا ريت أحد يكلمه. الناس من فهم اللي ما أنا دايم. أخا سعد. هلا. أبغى أتكلم كلمتين كذا وأنت الله يسعدك. طيب.
الله يكثر من أمثالك أنت وهاني الأخ هاني والأخ إبراهيم معدي والأخ وكثير والله يمكن نسيت أسمائهم. فعلا أنتم الرجال اللي نفتخر فيهم ونرفع راسنا. الله يسعدكم. فعلا أنتم اللي نفتخر فيكم ونشد ظهرنا فيكم، مو مثل الذكور الحين اللي طالعين قبل شهرين، اللي ما تدري عن اسمه وعن أصله، ويجي يتكلم بلسان الرجل السعودي الشجاع البطل اللي مستحيل دمه حار، مستحيل إنه يرضى على بنات وطنه، ومستحيل يرضى على أحد يتكلم في بلده أو في أبناء أو في بنات وطنه، ويعري كل متنكر أو كل إنسان يريد النيل من هذا الوطن. فعلا الله يكثر من أمثالك أنت وهاني والأخ تركي والأخ إبراهيم معدي والكثير اللي مستحيل يرضى على البنت السعودية. الله يسعدكم يا رب وينصركم ويكفيكم شر المتنكرين والذكور اللي الحين في كل بس مزعجين عن الحرمة عانس، الحرمة مطلقة، التعدد، عن هذه الأشياء. الله يكفينا شرهم. وشكرا. يا هلا هم يسولفون بالشيء اللي يحلمون فيه. العافية جزاك خير على ما قصرتي. هم يسولفون بالشيء اللي يحلمون فيه، يحلمون بالتعدد بس ما يقدرون يسولفون يعني. أنا والله العظيم قبل 3 أيام كان هذا أول يرضون بالتعدد، الحين ما يرضون، الحين لا يقول لك تاخذ شيطانة بس. طيب أقول له أوكي بعدد الزوجة الأولى السعودية والثانية من عندكم، تقول لا وحياة الطاجين ما تاخذ لنا واحدة شيطانة. فهمت. احنا نتكلم عن ناس ثانيين، ناس الصرصور هذا والمنصف واللي معاه ما يقدر يعدد. شفت قبل تخيل هذول ساءاتهم تعدت الحدود للأسف. قبل يومين كانوا يتكلمون عن العنوسة. وش تخصون تكبيس بعدين تكبيس يا اخوان، وصلونا 50,000 حاجة. كانوا يتكلمون عن أمس ما شاء الله تعديت 200,000 في وقت قياسي. الله يزيدك من فضله. تفضل. الله يزيدك من فضله. كانوا يتكلمون عن العنوسة. طيب أنتم أحد أعطاكم عشان أو عندكم شهادة أو عندكم شيء عن المجتمع يوم تتكلمون عن هذا الشيء؟ الواحد منهم جاهل ويطلع يتكلم بأمور اجتماعية. العنوسة وش دراكم إنها نسبة عالية أو قليلة؟ يجيبون رقم من راسهم. تخيل يوم أدخل عندهم، أيوة تخيل يوم أدخل عندهم البث قلت لهم بسألكم سؤال يا منصور أنت واللي معاك الجميلة، تعنس يعني ما تتزوج؟ قالوا لا تتزوج. طيب قلت لهم إذا بناتكم يشبهونكم أو خواتكم فما ألومهم إذا هم معنسين، فلا تتكلمون عن الشعب كامل، تكلموا عن أهلكم أنتم. تخيل حضروني وسبوني كمان. تدري يا حلا قال مرة اللي يتعدى عمرها 18 وما قد تزوجت إنها معناه إنها مو حلوة. طب بنت تتعدى 18 بنت بالجامعة ما هي متزوجة. فهمتي شلون يتكلمون عن أشياء الصراحة ما أدري، ما عندهم خبرة فيها ولا شيء. يا بنت الحلال شفت واحد كاتب بس اليوم من جماعتهم بس كذا فاضيين يفتحون بثوث بس كذا وطقطقة. واحد من جماعتهم طبعا فيه عرق من العراق. لا تحبس كلمة أستحي أقولها بس معناه عنوان بس إباحي. تخيل عنوان البث إباحي. شرهم أقسم بالله. أنت عرفتي صح بياعتهم ما أدري مين أعطاهم أجهزة وأعطاهم هذه البرامج. أقسم بالله شيبان المفروض هم على السجادة ما يقومون. بالعافية. طيب. المفروض هم على السجادة ما يقومون. ما أدري مين اللي أعطاهم أجهزة وأعطاها وفتح لهم هذه البرامج. أقسم بالله 24 ساعة طيب. بالبثوث. أنت شفت
اللي اسمه دكتور اسمه الدواس؟ لا صراحة ترين أنا ما أدخل كثير. خالد من وين يا خالد؟ بس أدخل شوي أشوف منصور وشلته. خالد لحظة يا أخوات ثواني بس فكرت. خالد من وين؟ من المغرب. من المغرب؟ اي نعم. خالد كيف جاي البرد؟ صح يا خالد، دائما أقول له كبس وما يكبس. ليش دائما أقول لك كبس في التعليقات ما ترضى تكبس؟ يا خالد. كل يوم أكبس أنا، ما شفتوني أكبس؟ لا ما شفتك تكبس، لا تكذب يا خالد. أكبس بكرة. خالد ايش عندك جاي البث؟ انا وش قايل؟ وانا قايل المغاربه لا يجون البث حقي بث المقدس. لا انا جاي على مراد. ابغى اسال سؤال. انا جاي على مراد. ابغى اسال سؤال. جاي على مراد. لحظه يا مراد تعرفوا هذا ولا اطلع؟ مراد ابغى اسال. مراد شكله جالس ياكل طاجين. مراد يا خالد يلا توكل وقفل الباب وطالع. امسك خذ الباب معك. اجلس بس. وش يبغى؟ لا تطلبون قشط. شفت اللي استلمته اليوم؟ ها؟ نشوف الدكتور فهد. يا كثر اللي استلمناهم مين؟ تيك توك. فهد علي. هلا فهد من وين؟ السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حالك يا اخوي سعد؟ من وين فهد؟ شلونكم طيبين؟ معك فهد من السعودية. حياك الله. اقول لك اللي استلمناه اليوم. انبرش وعطنا مداخلتك. انا كلهم الصوت عنده مشكلة. صوته بعيد. اللي شكله يا سعد هو قال انا اشوف البنات كلهم وبعدها اوقف. هذا دخل قبل شوي مع سعد. انا مراد. انزل واطلع. اوكي تليفون ساكنه فراخرج من البرنامج وارجع ثاني. اوكي طيب اوكي اللي اسمه الرحيم اليوم الله يوفقك لك تنصير. جاي هددني الحين بس تفكر بيني وبينك القضاء ان شاء الله. سألت منصف قلت له والله هو كره نفسه اليوم. سألت منصف قلت له ايش شهادتك؟ قال ولد الصحراء. طيب ما عندك شهادة؟ قال لا ما عندي شهادة. أنا في الصحراء 14 سنة. قال أنا في الصحراء عايش في الصحراء. طيب مين أعطاك أجهزة عشان شو اسمه تتكلم عن قضايا المجتمع؟ مين أعطاك الجهاز عشان تتكلم؟ خلاص اجلس الصحراء دور لك ضب وكله. اللي حاطه ايموجي بومه لك تكلمين واحدة اسمها مالك دخل ترى. انت تسمعيني الحين خلاص هذا مشي. المشرفين والمشرفات اللي عندي انا ما ادري كم واحد موجود. ظهر واحد بس. ظهر ما في الا مشرفه واحده بس. الباقيين وين؟ خلي انا مشرف. خليها كلهم نايمين يا سعد. ما فيش حاجه تيجي كده. اهدى انا اختي شريفه عنك. لحظه خليه يكلموا. ليش تسوي له حظر؟ ليش تسوي له حظر؟ خليه يستمع. السعوديه افتخر الله يا السعوديه كل فخر يعطيها العافيه. خلاص ارفع عنه الحظر. نعم فيكم اخواننا الجزائر الله يسعدكم يا رب. يلا رفعت عنه يعينكم على هذا امين يا رب. يكون الله امين يا رب. امين يا رب. عشاك وين؟ عندهم تسخين هنا. رفعت الحظر عنه بإمكانك وخطبته. يلا ايه وسارة مش رفعت الحظر. والله انت فخر. يعطيك العافية. كان ما حذفوا خالد. يلا شدوا حالكم. لحظة ابغى اجاوب. سعد ابغى اجاوب الحيوان. يقول لك ليش ما تجيبش اختك للبث؟ انا اختي شريف عليك. هو يقول لي اياه. خالد يقول ليش ما تجيبش اختك للبث؟ ايوه والله اذا جت اختك للبث
مكانها على عينها وراسنا، ولها كل الاحترام والتقدير، وأي أحد راح يمسها والله يندعس عليه على طول. كفو بدون منك أي يا سعد. مناقشة. كفو يا سعد منك. كفو كطيب. هو مفكر يعني ان درجة البث الانسانة ما هي كويسة مثلا. احنا نبي أيوة خالد، نبي اخت خالد. طيب يروح يلم اللي بفنادق البحرين ودبي. والله اذا هو يشوف انه ما هي كويسة يروح يلم الفلوس بنات بلده. الحمد لله يا ناس، الحمد لله واحنا اكتشفناه. هو محترمني لو انا سويت بث وحطيت فيه علم السعوديه والجزائر، انا ما جبت طاريهم. هذا درت موضوعي السعوديه والجزائر اخوه، جو هم زي الحشرات وقاعد يقلوا ادبهم يسبون فينا، ليش محترين منا؟ انا ما قلت مراد مغرب. هذا يسالني اسماعيل، يسالني يقول سعد بيسالك انت في القبائل النزح من عندك اصل، هذا يتكلم. لا اله الا الله محمد رسول الله. يا اخي ليش جابهم عند البث؟ بثوث السعوديه والجزائريه داخلين انتم حاشين نفسكم. مسوي لي متابعه في حسابي ما ادري شو كان. انا مسوي لي متابعه خيالي كلهم نص الفصل الاحمر مسوي لي متابعه. راح ترفع قضيه يا سعد على هذاك ان شاء الله يا مطيشه سعد. جعت يا سعد، ابي طاجين زيتون. طاجين بالزيتون. ايوه ابي اغسل اكرمكم الله، ابي اغسل رجولي. انتم المفروض لما تشوفون صورتي ما تجوعون. شوفك شغال ولا يهمك. خلاص انزل الراتب يا سعد. الحمد لله الحمد لله الحين عريناهم خلاص. كشفناهم راح نفضحهم للملأ، مستحيل عن نتستر عليهم. احنا شعب طيب على نياتنا والله العظيم، شعب طيب قلوبنا نظيفة، وهم أعوذ بالله قلوبهم سوداء. راح تجيك وتجلس معاك، راح تضحك وتسولف معاك وهي في قلبها خبث، أقسم بالله. حسودين غيورين سواد اي والله العظيم. نمامين مراوغين منافقين، فيهم كل الصفات. تخيل يا اخوي يا مراد اني رحت مرة مشغل مع وبنت اخوي معاي الاحمر، قالت تخيل وانا ما فتحنا موضوع الشكل ولا شيء، قالت انت لك عرق من برا. قلت لها لا احنا مجتمع او انا من قبيلة مستحيل نتزوج من برا او من ابد. اكيد يعني نتزوج من بعض يعني فهمت. جدتي وجداتي وابوي وامي يعني معروفين اهلنا، مستحيل يعني ناخذ من برا ابد. تقول لا في عرق الا ملزمه ان في عرق. تقول ليش يعني بنت اخوي عيونها ملونه واحنا شقر وكذا. قلت لها مو شرط فينا عرق، لا حبيبتي احنا مجتمع مستحيل نطلع برا ابد، خاصه القبيله اللي انا منها مستحيل. في مصرة تخيل تكلمنا عن الشكل ما فتحنا الموضوع ولا شيء. يعني سنجل حلا سنجل مو طبيعيين، حس مو طبيعيين. ايش سعد لا سنجل يعني سعد لا يحدث. من هي انا قصدك ولا هي؟ انا ولا انت شوفي شهد ما كل ما جيت تخطب تروح تخربين علي شهد. والله ما عادي اباك تخطب بس انت متزوج واحدة منهم فليش تغير؟ خليك على نفس الجنسية. انا عندي وفاء يا شهد. حتى اللي جيت شهد حتى المغربية اللي جيت تخطبها امس خربت بيني وبينك يا شهد. خليك انا الله ينصرها عليك يا شهد. ها مراد يا شهد اخي سعد يبي ياكل طاجين زيتون. لا ترى مراد ترى سعد خليك الكبسة احسن لك. مغربية والله العظيم قاعد يقول اديني سنابك. والله انصحك تجلس على الكبسة. ليش يا سعد؟ ليش يا سعد؟ يا زين الكبسة يا زينها تاكل سناب. طيب لحظة في واحدة ترسل لي في الواتس في السناب، في واحدة ترسل لي في السناب تقول ليش تكتموني في البث ما سويت حاجة.
مني لا هذه؟ يبلكوا سعد. واحدة متابعة لي ما سعودية. بلكت واحدة اسمها أم الزغيل لحظة. كتمتها. لا لا حطوهم كتب بلكينهم، خليهم لا تبلكينهم. يعني الحين خليه يكبسون، خليهم يكبسون. يلا سطل الأحمر كبس يا سطول الحمراء كبس. نبغاكم معنا في البث، نبغاكم معنا يا سطل. المغاربة اللي هنا ترى ما راح أعطيكم قسط. إذا بتسوون خير اضغطوا لا شو اسمه تكبيس يا سطل الأحمر تكبيس. لا سعد اللي تبى من فضلكم اللي تبى تنوي التوبة دخلها. كان يستحروك جمالي، كان يستحروك تنزيانا. بتفلت علي في السناب. يا أخي شو اسمها؟ خليها تصور إنها مكتومة. يا أخ مراد مستحيل تقول لا خلاص وجه من وجه أبيض وتقول أنا لقيت المتابعة إلا الكرامة. لا تكذب عليك، أنا ما كتمت إلا 2. أي بس خاص للسعوديين أحصل فيه هذه البنات السطل الأحمر، أحصلهم موجودين في البث. تخيل أي بث يخصنا، يعني إحنا مثلا رجل سعودي منزل شيء ولا تحصلهم موجودين. سبحان الله إحنا يا السعوديات مستحيل يا أخوي مراد، مستحيل تشوفنا في بث للدول ثانية وهذه الدولة خاصة. مستحيل تشوفنا نتكلم عن مهورهم، نتكلم عن رجالهم أو نذكرهم أو ندخل أصلا يعني بثوثهم. يعني صراحة أحسهم بنات مو طبيعيين، ما عندهم كرامة ولا عزة نفس. بأي حق تدخل وتتكلم مع الرجل السعودي عن المهور بأي حق. ولا وترى يسوقون لنفسهم يعني أي موقع خاص للسعوديين تحصلهم موجودين. تحصلهم موجودين فيها يعني هذا البث أو أي موقع. تخيل دخلت قبل فترة شفت موقع خطابات، قلت بدخل أشوف أكيد إني بحصلهم، أقسم بالله العظيم. أشوف الدول الباقية الشام، وحتى أشوف المجتمع حقي كيف إن ما أشوف إلا 2 3 هم 85% أشوفها جالسة تشحت الرجال. تخيل. وتبقى المغرب المصيبة إنه واحدة كانت مسمية نفسها ملكة. تخيل ملكة الطوق. أيوة وحاطة العلم السعودي. الله تخيل إنها قبل فترة ويتسبنا في بس إحنا يعني بس السعودي تسبنا وتقول كلام عنا. والله العظيم إني شفتها شغالة عمرها ما تكون ملكة. تخيل إنها تقول إيش تقول أنا مطلقة ورجعت المغرب. يعني السعودي اللي ماخذها تسلية دعسها وطلقها ورجعها بلدها، كشفها لأنها مريضة. واضح مريضة. أيوة تخيل. ولا وجالسة تشحت واحد ثاني ياخذها. أقسم بالله العظيم أنا خلاص انصدمت. صورت المحادثة وكل شيء. راح أعريها لأنه مو طبيعيين فعلا. فهم فيهم مرض، ما في كرامة، ما في عزة نفس. يا ملكة يا شغالة. أقسم بالله إنها شغالة تصير ملكة.
كاتبة ملكة وانت وحاطة رايك؟ علم. لا، وتخيل داعسها ولد بلدي، أكيد إنه ما أخذها من السيار فترة ثم وانت بيرميها. ايش رايك وحاطة الملكة علمنا، تخيل شغالة حاطة تصير علمنا. ملكة؟ أيوة تفضل. عمرها مش شغالة ما تصير ملكة. أيوة بس هي مسمية نفسها ولا، حاطة علمنا وعلمهم، وكاتبة أنا مطلقة ورجعت المغرب. تخيل تقول فبس الخطابات. أنا انصدمت يوم شفت تعليقات. عرفوا بس خطابات. ولا وكمان تبغى ترجع. حط العلم المغربي والسعودي أيوة. والإماراتي صح؟ مراد لا حاطة بس العلم السعودي والعلم وحاط. أيوة وحاطة قلب على فكرة كذا. تعرف قمر؟ تعرف قمر يا بنات؟ لا ما أعرف الصراحة، ما أعرف إلا هذه. عويشة الدويبة اللي تحب سعد، حبيبة سعد عويشة. أيوة كأني عويشة الدويبة هذه اللي قالت سعد متزوج مغربية. في بث تمام. وخولة كمان أعرفها معاهم. خولة أنا ما أعرفها، ما أعرف. بعلمك بسالفتها الحين. يلا ها كملي. اليوم داخل واحد معاهم سعودي ببث ثاني، مو بس عويشة، هذه عويشة الدويبة، لا بس واحد ثاني قاعد يقول إن السعوديات جواري. صوتي يتردد. تخسي سعودية جواري تخسي. أيوة، وإنه هو قاعد يفسر لنا. برسل لك عويشة الدويبة تحبك مرة يا سعد. عويشة وسعد فور ايفر. بنت المملكة، حسبي الله ونعم الوكيل فيكي انت. يلا يا زبالة المجتمع، يلا يا جزمة يا شغالة. فلتوا، صدقوا انه سعد متزوج مغربية، تفلتوا. كل واحدة دخلت تسوي شريفة. يا سعد نبغى طاجين. تبغون تعرفون؟ طاجين بالزيتون. طاجين بالزيتون. قسمة ونسيب. من الإسرائيلي. وحطت الفخوطواغ العالم الجزائري قاعدة تسيق به، حطت في الأرض. أنا شفت البتاعة. عملت لها سينيال أنا تاني هذيك. حتى العالم الجزائري وقاعدة تسيق به في الأرض. أيوة. وحطت صورة عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية، حطت له صورة حمار. الله ينعلك يا بنت الحمار. أو يجيبها لها ربي إيمان، ما نعرف كيفاه. هذيك المفروض ننشروها، هذيك تنشر علنا. سيغتو هذيك كان يدرسها إيمان فتية. عندي الكابتور ديكرو، عملت لها كابتور على كلش. وش راهي قاعدة تدخل كل الحين بنت بلدها، وتدخل الحين بنت بلدها وتقول لك اتقوا الله. احنا متقين الله. احنا كالصورة تسيء إلى بلدكم مسوينها عشان نتقي الله. يلا أعطيني سبب. لا المشكلة بيسارك فعلا اطلب قسط. حتى الأموات أعوذ بالله، حتى الأموات والله الصورة عندي عملت لها سكرين. حتى الأموات، حتى الأموات. وحتى النشيد الوطني، وحتى النشيد الوطني تاع الجزائر، وعاملة جمجمة حاشاكم في المرحاض، حاشاكم. وحتى العلم الجزائري داخل المرحاض، عاملة سكرين عليها هذيك. لكن مكذبيننا نحطها نسمع كل شيء بالأدلة، مش نحضروا برك مشان نتفاهموا العباد. أنا تاني عملت سكرين والله، عملت لها كابتور ديكرون حتى أنا. كذا أحس مو صاحيين، أحس إنهم شعب مو صاحي والله العظيم إذا وصل فيهم لهذه الدرجة. طيب تكلموا مع الأحياء وش تبغون بالأموات؟ نفهمهم حاجة أختي بصح حبيت نفهمهم. جميع اللي يسكتوا الشهداء
وجميع اللي قاسوا هذا ويشفاو عليها هذه مليح يا مليح آية لحظة 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 نعم لحظة يا آية لحظة يا سعد طلع لي آية طلع لي. جزائرية مغربية جزائرية يا آية؟ آية وين طالبة قسط؟ جزائرية ولا مغربية؟ لحظة لا للفتنة أرجوكم، نحن إخوة. هي تقول احنا إخوة لا للفتنة، ليش تبلكونها؟ لا تبلكونها. المهم الكلمة الأخرى اللي نقولها بركة اللي راح نسبوا الشهداء والله راح يتحاسبوا عليها دنيا وآخرة. لا خاطر هادوك ضحاوا على بلادهم، لا خاطر هادوك كي تسمع برك المجاهدين مش قاعدين يحكيوا العذاب اللي تعذبوه، تكذب تقول راك في فيلم وما عملوهاش العذاب اللي تعذبوه. حسبي الله ونعم الوكيل فيهم، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. وتسلموا وان شاء الله يا ربي ينجينا منهم، وربي يبعد علينا يبعد بلادهم على بلادنا. هذا واش نقول برك، هذا ما كان. وسهرة سعيدة ان شاء الله. سلام. الله اختي الله يسلمك ان شاء الله. الله يرحم الشهداء. انا واحد والله راح احسب لك شغل، خلنا اصلح بينكم. استهبل هذا. أخ سعد. أخ سعد. بنزل الله يسعدك شوي وإن شاء الله أرجع لك. طيب يلا على ذلك، الله يكون معكم يا رب وينصركم. حياك الله. آمين يا رب. آمين وياك يا رب. جزاك الله خير. السلام عليكم. طاجين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وش راكم بالإخوة؟ بالزيتون. يا هلا والله. لاباس الحمد لله. لاباس الحمد لله. الحمد لله. الموضوع على من هذا وين دخلت؟ أنا الموضوع عادي، سوالف عادية بس عادي، بس جزال البج نتكلم عن السعودية وابناء السعودية ونرحب بالأخوة الجزائريين. السعودية إخوتنا. السعودية ربي يحفظها أخويا بهي بمالكها. آمين. نتشرف والله العظيم. ربي يحفظها. السعودية محبوبة ربي سبحانه، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحبها. مكة والمدينة. واحنا كونتر هاد الطغاة هادو مال المغاربة وهاد السلام عليكم. بدون ذكر اسماء اي بلد ولا اي شيء. تسمعوني؟ عليكم السلام. زين، لانه مو مبين عندي اني طالع معاكم. عموما كيف حالكم جميعا؟ اللهم احفظ السعودية وشعب السعودية مالكا وشعبا وجيشا. جزاك الله خير. والله سعد كيف حالك؟ يا رب. هيك الله تفضل اخوي. لا كيف امورك؟ ان شاء الله طيب. الله يعافيك. والله ما ادري يا غالي، ودي اقول لك شيء بس ما ادري تقبل الراي ولا لا. والله نتقبل، ليش ما نتقبل؟ بالعكس يا اخي بخصوص راي سديد وسليم. اي والله اكيد سليم، ما في ان شاء الله الا كل خير. طيب اوكي تفضل. هذا يا طويل العمر الجزائر والمغرب في مشاكل بينهم من زمان، عرفتوهم يحاولون يسقطون على بعضهم الكلام. طيب انا مالي دخل بالمشاكل حقتهم. ايه ادري، انا بقول انا مالي دخل عشان ما لنا دخل. بالعكس عزيزي انا بقول لك الجزائريين حبايب معنا يعني احنا بمواضيعهم هذه ما تسوى علينا كسعودي دائما يشاركونا في بثوثنا. ايه انا ما تحت بث للمغرب، انت تقرا عنوان البث زي الناس وتعال دافع عن المغرب وعن المغربيات. هذا الرجال تو يسب المغرب عنده. لا حلوة بحقك والله وبحقنا كسعوديين أنا جالسين نسقط على دولة مثل المغرب، دولة صديقة لنا ويعني متوافقين. كل ترامب وانقلع يلا انقلب من يسب المغرب؟ الدولة قال لنا هذا واحد من بطح يا سعد. ما سب المغرب. من يسب المغرب؟ احنا قاعدين نتكلم على المغرب. المغرب بلدي أنا. بس أنا واضح والعنوان أنا كاتبه هنا.
السعودية العظمى، السعودية وابنائها وبناتها خط أحمر، وحاطط سنابي وكاتب القسط للجميع. وين المغرب في الموضوع؟ ما ادري يعني حتى صورتي انا بغير خلاص بدات روح بثوث ومدافع عنهم هناك، تكلم معهم. ولا هم مرسلينك؟ اذا هم مرسلينك عاد معليش، هذه 1000 علامة استفهام اذا هم اللي ارسلوك. يا سعد بقول لك واحد هذاك اسمه BNS يوسف الشهداء، هذا النغل هذا 1 2 3 جمجم في باريس. جي ابغى مشرفين زياده والله. جي قاعده تقول لي كيف بلدك يا شهد وكاتبه جهنميه. ايش اسمه مراد؟ ايش اسمه؟ BN حط صورة BN. هذا حضر ايه انجلط يا رجال، انقلع بس خلينا نجرب من بتكلم اعطي اشراف شوف هذا هو بيجيني السناب والله